النهارده هنتكلم عن افضل زبادي تستخدمه في الدايت وفي الجيم. هيديك اعلى نسبة بروتين، هتسد معاك الشهية، هتبني معاك العضلات، هيديك اقل نسبة نشويات واقل نسبة دهون، ده غير الفيتامينات والمعادن اللي غني بيها كمان. انا شخصيا بستخدمه كسناك في الجيم بعد التمرين لانه غني بالبروتين اللي هيساعد في بناء العضلات دي. فالزبادي الخارق اللي انا شخصيا بستخدمه وهيكون افضل زبادي تجربه في حياتك وهو الزبادي اليوناني. الزبادي اليوناني افضل نوع زبادي ممكن تجربه، مش بنعمل دعايه لاي شركه معينه، ايا كانت الشركه اللي هتستخدمها ما عندناش اي مشكله، لكن المهم يكون زبادي اليوناني لان قيمته الغذائيه عاليه جدا، غني بالبروتين، فيه 15 جرام بروتين في العلبه ال 180 جرام دي. يعني لو هنقارن بين الزبادي اليوناني والزبادي اللايت من نفس الشركه، فنفس الوزن اللي هو 180 جرام من نفس الشركه، فهتلاقي الزبادي اليوناني بيديك 15 جرام بروتين، 6.5 جرام كربوهيدرات، 36 من 10 جرام دهون، يعني اقل من نص جرام دهون، ده غير الفيتامينات والمعادن اللي فيه طبعا. اما الزبادي اللايت فهيديك 5.5 جرام بروتين، 9 جرام كربوهيدرات، 2.7 من 10 جرام دهون، ففي نسبة بروتين اقل من النص في الزبادي اليوناني، كربوهيدرات اعلى، دهون اعلى بكتير جدا. بالنسبة للناس بتقول ان الزبادي اليوناني غالي عن الطبيعي، فطبيعي جدا لانه هيديك نسبة بروتين اعلى بكتير. يعني لو نسبة البروتين دي هتاخدها من نفس علبة الزبادي العادية، لو هتقارن الاتنين ببعض في نفس الجرامات زي ما قلنا، في علبة الزبادي العادية هتاخد منها 3 هيكونوا اغلى من الزبادي اليوناني. ده غير ان الزبادي اليوناني اصلا بينزل عليه عروض طول الوقت لان الاقبال الجماهيري عليه مش كبير، فبينزل عليه عروض من اغلب السوبر ماركتات والهايبر ماركت الكبيره، بينزل عليه عروض. تمام. وهنيجي نبص، الناس تيجي تقول لي ده الزبادي اليوناني غالي، وتلاقيه بيجيب دواء تخسيس هيضره اكتر ما هيفيده، وب 600 و700 و1000 جنيه وبيترموا في الارض. فالفكره كلها في الاولويات. بالنسبه للزبادي مش غالي، بجانب ان هو هيسد معاك الشهيه بشكل كبير جدا، هيبني معاك العضلات. اعتبره دواء تخسيس، اعتبره دواء تخسيس هتجيبه ب 20 جنيه، مش ادويه التخسيس اللي بتجيبها بارقام مبالغ فيها يعني. فالزبادي اليوناني احسن 1000 مره من الزبادي العادي. يعني بص حتى على القوام بتاعه، مش عارف هيبان عندكم ولا لا، بص القوام تقيل ازاي وغني بالبروتين ازاي، تقيل كده وسميك وماسك نفسه، عكس ما نيجي نقارن بالزبادي العادي. بص الزبادي العادي ميه، عباره عن ميه، بص نزلت كلها، نزلت على طول في ثانيه. فالزبادي اليوناني احسن بكتير، طبعا احسن بكتير. ولو غالي على بعض الناس، طبعا هو غالي، فاكتبوا عايزين مصادر بروتين اكتر ونعمل لكم عن افضل 5 مصادر للبروتين وارخص 5 مصادر كمان. يعني نقول لكم على حاجات رخيصه تكون غنيه بالبروتين تقدر تستخدمها كسناك طول اليوم. لكن حاليا ممكن تستخدم الزبادي اليوناني. الزبادي اليوناني عظيم جدا، تستخدمه كسناك بعد التمرين، لو بتتمرن هيكون غني ببروتين. سناك في نص اليوم، تستخدمه كوجبة عشاء يسد معاك فعلا الشهية ويملى معدتك. فهو هيفرق معاك في الدايت بشكل كبير جدا، وهيساعدك تخس وتوصل لوزنك مثالي باسرع وقت ان شاء الله. وطبعا الفكره كلها مش في الزبادي بس، لا ده الزبادي وانك تظبط اكلك، وانك تظبط الميه بتاعتك، تشرب 3 لتر في اليوم، انك تعمل رياضه، انك تعمل اسلوب حياه يكون عندك لايف ستايل صحي، ده اللي هيفرق معاك. فلو عمرك ما جربتش الزبادي اليوناني جربها، ممكن تلاقي عليها خصم محترم كمان، فجربها وهتدعي لي ان شاء الله. بس المهم لما تجيبها انك تجيبها ساده بدون نكهات، يعني ما تجيبش فراوله ولا توت ولا غيره، لان هم بيستخدموا مربى فراوله، بيستخدموا مربى توت، فطبعا الكربوهيدرات هتبقى عاليه جدا، هتلاقي الكربوهيدرات عليها بايت في السما مره واحده. فانت هاتها ساده، ولو حابب تغير طعمها تضيف عليها فاكهه، تضيف عليها مكسرات، دي فانت ما فيش اي مشكله، هتكون احسن بكتير من اللي انت هتجيبها بنكهات مضافه عليها. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. نشوفكم يوم الخميس الجاي الساعه 6 ان شاء الله. فلو عاوزيننا نعمل فيديو عن مصادر البروتين اكتب في كومنت مصادر البروتين، وان شاء الله نديك فيديو كامل عن افضل مصادر البروتين وارخصها، بحيث ان انت توصل للوزن المثالي بارخص سعر ممكن كمان. بس اشوفكم يوم الخميس الجاي على خير. السلام عليكم.